كابتن حسام يا عميد، شكلك كده هتخلي البطولة دي بطولة العيد. تعالى بقى اقول لك بقى النهارده ازاي التكتيكات بتاعته جابت لك الثلاث نقط وهتوصلك اول. بس قبل اي حاجة الكابتن حسام بيقول لك اعمل له لايك وشير وسبسكرايب وفعل لي الجرس عشان يقول لك كل تكتيكاته الجديدة. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، مبدئيا كده قبل اي حاجة لازم كلنا نقول لمحمد الشناوي I am sorry شنو، يعني وي ار سوري شنو، يعني احنا لازم نتاسف لك على اللي احنا عملناه معاك. يعني احنا قلنا انت تقعد وشوبير اللي يقف والناس تقول لك احمد الشناوي اللي يقف والكلام ده كله، بس انت طلعت بتأدي اداءات جامده اهي. طلعت ان انت بتعمل ترايات وعندك ردود افعال على الكوره جامده. فليه بكل ماتش انت ما تعملش كده عشان تخلي حراسه المرمى بتاعت المنتخب الاعلى في افريقيا لما بقى عندي الشناوي اساسي وشوبير الحارس الثاني واحمد الشناوي الحارس الثالث، ايا كان ده ثاني او ده ثالث، يبقى انا كده حراسه المرمى بتاعتي في حته ثاني. ما نقعدش بقى كل شويه نغير. حلو الكلام حلو الكلام، انا بالنسبه لي انت مان اوف ذا ماتش ده مبدئيا تمام. نروح للخط الدفاعي، اللاعب الثاني اللي بالنسبه لي لو انا رايح اي ماتش والماتش ده مش محتاج تكتيك، مش محتاج اي حاجه، هو محتاج حاجه واحده بس، الرجوله. قبل ما اتكلم يعني انا عشان اقول الماتش ده عايز رجوله اقول حاجه واحده بس، انا محتاج ياسر ابراهيم. يبقى كل اللعيبه اللي قاعده تقول حاجه واحده، يبقى الماتش ده ماتش الرجوله. فبالنسبه لي ياسر ابراهيم عمل جيم ايه ده يا جماعه؟ ده ايه الجمدان بتاعك ده يا ياسر؟ ده تغطيه ايه وتاكلينجات ايه وسرعه رد فعل ايه وثنائيات فوق ايه وارض ايه، كل حاجه انت النهارده ياسر عملتها صح. يجي بعدك الليبرو المجهول او الجندي المجهول كابتن حمدي فتحي، يمكن ده احسن ماتش عمله من ساعه ما احترف. يا جماعه حمدي فتحي زيه زي تشاوميني، لعيبه بتحب الجيم بتاعها يبقى وشها للملعب، مش هي اللي يبقى ظهرها للملعب وتعمل الترنات وتبتدي هي اللي تخرج لك بالكره والكلام ده كله. فانت هتحتاجه في الماتشات اللي فيها بدني كتير، وهتحتاجه في الماتشات اللي فيها الكره عاليه كتير، وهتحتاجه في الماتشات اللي انت محتاجه يغطي من ورا ياسر عشان ياسر بالكره مش احسن حاجه. فانت فعلا هتحتاج حمدي فتحي لحاجه زي كده، وحمدي فتحي يقدر يديك القانون ده جوه اللعب. قانون بيقول لك انا اقدر العب جوكر ولكن وانا وشي للملعب مش حاجه تاني. نقطة تكتيكية قوية جدا عملها الكابتن حسام حسن، اللعب برامي ربيعة. ليه؟ عشان حاجتين. مبدئيا رامي ربيعة بالكورة لعيب كويس. رامي ربيعة الحاجة التانية اللي فيه انه اللعيب الوحيد بجانب محمد اسماعيل لو لعب ناحية الشمال برجله اليمين هيأدي، فهو نقل رامي هنا عشان يعمل دي. رامي مميز بيها وبالفعل رامي كان جيد جدا النهارده في الماتش ده. محمد حمدي اتعلم من الاخطاء بتاعته وبقى عارف الجيم اللي هيخليه لاعب كويس ايه. اولا انا مش هينفع احط الكرة على الارض واروح واحد على واحد، هيطلع لي هنا الجناح والباك يخرج لي هنا، فكان بالتالي لازما لعيبه نص الملعب تسنده او اللعيب الجناح اللي هو تريزيجيه سنده، وبالفعل ده اللي حصل. فمحمد حمدي طلع تقييمه النهارده كويس وطلع عامل ماتش محترم. جميل الكلام. فانا بالنسبه لي محمد حمدي لو اتحط في الجيم ده تمام، لكن هتحطه في جيم فيه ثنائيات كتير هتخسره. انا اللي بقول لك هو لعيب عصبه شديد، لعيب ناشف، لعيب بيعرف يوزن الحته الدفاعيه بتاعته طول ما الكوره مش على الارض. بس النهارده عمل جيم عالي. نروح لحته اليمين، يا هاني يا هاني ده انت عامل بطوله كويسه وعامل ماتش جامد، ايه لازمه الدخله اللي انت دخلتها على اللعيب دي؟ يعني ايه لازمتها؟ قول لي. انت دلوقتي مش هتلعب الماتش الجاي خلاص، بالنسبه لي الماتش الجاي هاني خلاص بره الماتش، واحنا ما عندناش الباكات رايت اللي نقدر نقول عليها زي احمد عيد لعيب جامد بس مش زي هاني. فانت ليه بالنسبه لي تعمل حاجه زي كده؟ ما كانش ينفع اصلا تعمل حاجه زي كده، لازم تدخلاتك تكون احسن من كده. خلي بالك انت لازم تبقى فاهم حاجه، احنا في العمق لو ما عرفناش نخرج بنرمي عليك انت وفتوح طول ما هو مش في الملعب احنا بنرمي عليك انت. فانت وسيله خروجنا بالكوره من ورا لقدام تروح تاخد لي طرد، يا عم خيرها في غيرها عشان ترجع في الادوار الاقصائيه وربنا يكرم. معاك نص الملعب مبدئيا كده اللي عمله الكابتن حسام في نص الملعب ما كانش يخطر على بال اي حد تكتيكيا لسبب واحد. اولا هو كان جريء ان هو يخلي مروان اللعيب الوحيد اللي هنا ويودي الزوز عشان يدخل مين؟ يدخل صلاح هنا ويفتح بتريزيجيه ويلعب بمرموش. فالاربع ممرات دول مع محمد حمدي دول 5 ممرات اتقفلوا وانت بتهاجم بالخمس ممرات دول. فانا بالنسبه لي ان انت تخلي زيزو في نص الملعب وبرده لما يطرد هاني تنزل امام مكان مرموش وامام هو اللي يروح باك رايت، فده يدل برده ان انت جامد. بس هو نزل امام باك رايت ليه؟ لان هو كان عايز امام وهو دايما بيجري يشوط، مش عايز امام في نص الملعب، لان عارف ان زيزو طول ما هو هنا هيبقى عايز يعمل اوفرات هيعملها لمين؟ مفيش مهاجم جوه. صلاح بالرأسيات مش زي مصطفى محمد ولا زي تريزيجيه،
وتريزيجيه هتيجي مره معاه مش هتيجي الثانيه. فبالنسبه لي هو خلى امام عشان خاطر ايه؟ الشوط من هنا. وخلي بالك رجوعه لمحلل الاداء وللكابتن محمد عبد الواحد وللكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني بتاعه كله، ده يدل ان الكابتن حسام حسن رايح يكسب البطوله دي، بياخد راي اللي حواليه. ماشي؟ فاحنا كده اتكلمنا لحد ايه؟ لحد الجزء ده. هنيجي بقى للجزء اللي قدام. مبدئيا صلاح لسه محتاج يتحط في مواقف اكتر للجون، ما تحطوش في موقف الواحد على واحد. صلاح محتاج يلعب في الهاف سبيس. صلاح ما ينفعش يلعب جناح خط. صلاح محتاج ينزل لحد الحته دي عشان خاطر يخرجك بالكوره. فالجيم اللي اتحط فيه صلاح كويس. صلاح محتاج يعمل عمليه الضغط قطري زي ما عملها النهارده وخد بيلين. صلاح محتاج يعمل ضغط طولي، ما ينفعش تعمل يفتح الخط ويرجع بظهره. ما ينفعش صلاح عبال ما يجي يروح على الباك يتخرجها فانت خرجت صلاح بره الضغط. دي حاجه ما تنفعش. دي حاجه ما تنفعش. مرموش، انت عملت الماتش اللي فات توب التوب خالص، لكن الماتش ده عشان مش تحتيك مهاجم فانت مش واخد راحتك، فانت مش عارف تعمل حاجه. فالشوط الاولاني انت كان فيه برضو قرارات كنت ممكن تعملها وانت مش اناني وانت بتلعب ايجابي مع زمايلك، بس انت عملت ماتش في الشوط الاولاني اقدر اقول عليه جيد. انت الجريء اللي بتعرف تخرج بالكوره والكوره في رجلك وعايز تروح دريبلات وعايز تعمل واحد على واحد وعايز تعمل حاجات كتير. فانا بالنسبه لي الماتش ده عادي. الماتش ده عادي. اروح بقى عند الجندي المجهول محمود حسن تريزي جول. هو عمل النهارده حاجه هي دي اللي اثبتت لي ان تريزيجيه هيفضل مكمل في الملاعب فتره عشان خاطر البدني بتاعه. ايه هي بقى؟ مبدئيا جنوب افريقيا دايما 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 وهي بتلاعب الفرق المصريه او منتخب مصر هتضغط منين؟ من الحته بتاعت الباكات دي. فهي ضاغطين على مين؟ على محمد حمدي اللي اصلا زيمبابوي كانت بتهاجم عليه. والحته الثانيه كانت بتاعت مين؟ محمد هاني وامام عاشور ضغطوا عليه اكتر لانه عارفين انه مش باك وعارفين ان حالته البدنيه مش احسن حاجه. فبالتالي كان زيزو بيساند مين؟ بيساند امام، وكان وراه ياسر وكان بيجي من وراه حمدي. طب الناحيه الثانيه كان رامي وحمدي، ورامي لو اتضغط بمهاجم او لو اتضغط بلعيب نص الملعب عشان يسحبه كان بيبقى حمدي لوحده. فتريزيجيه راح عامل ايه؟ قال له لا انا هسيبك لوحدك، حابب اخوك انزل معاك هنا. فالباك وهو طالع بطول الملعب والهاف واخد محمد حمدي وداخل لجوه، تريزيجيه بيقول له لا يا حبيب اخوك تعالى تعالى انا وانت رايحين مشوار راجعين تاني. فكان بيخرج معاه. وبالفعل الباكات بتاعتهم بدات تعمل ايه؟ تنزل في الحته دي، هي دي الكره اللي تشوط على الشناوي وخرجها بايديه. فانا بالنسبه لي كان تريزيجيه عامل ماتش تكتيكي على المستوى الدفاعي. تاني تريزيجيه محتاج تحط له زيزو ناحيه اليمين عشان يعملوا الاوفرات عشان يجي من ورا يحط بدماغه. تاني تريزيجيه محتاج يقف في الحته دي عشان دايما يشوط. تالت تريزيجيه ما ينفعش الكرة في رجله كتير عشان هو الكرة في رجله كتير مش هيديك اداء زي عمر مرموش ولا هيديك اداء زي امام عاشور، لان اللعيبه دي طول ما هي الكرة في رجليها هتقدر تديك كرة اكتر. جميل الكلام. فانا بالنسبه لي الكابتن حسام عمله ده النهارده جامد. لما نزل لك بقى مهند لاشين قفل دايره الملعب ونزل محمد شحاته وبعدين ودى محمد شحاته ناحيه اليمين، محمد شحاته لعيب شوكر ويلعب تمام. والحاجه الاخيره بقى ان هو نزل اسامه فيصل عشان يكسب له فوق الدقيقتين والكرة في رجله. اسامه فيصل بيعرف يقف على الكوره، اسامه فيصل بيعرف يحجز على كورته، مش سهل ان انت تاخد منه كورته، مقاوم للضغط. فبالنسبه لي ان هو راح جايب محمد شحاته هنا وراح مودي امام عاشور جنب مين؟ جنب اسامه فيصل قدام عشان خاطر هما الاثنين دول يضغطوا ويعرفوا يحطوا الكوره تحت رجلهم. فبالتالي انت بتحط الكوره تحت رجليك انت بتدافع الكوره معاك، فبالتالي انت مش محتاج ان انت تعمل الجيم بدني وترجع لورا. فانا بالنسبه لي انت احسن من اي حد في النقطه اللي انت عملتها دي بتاعت التغيير. بص بقى انا كده كده عارف ان شاء الله منتخب مصر ربنا هيكرمه وان شاء الله هنكسر الدنيا، وانا هرجع اقولها لك. ما تنساش تعمل لايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد وعشان تخلوني فعلا اغطي كل البطولات ونقدر بقى نظبط الدنيا هنا على اليوتيوب لحسن الدنيا هنا كده فاهم مش جايه معايا حلوه. مستنيك يا حبيب قلبي تقول لي رايك في الحلقه دي وان شاء الله اقابلك في الفاينل.